يا مساء الفل، يا مساء الحلويات. هنا بقى عملت كيكة دقيق ذرة أو البسيسة. بيسموها البسيسة وبيسموها كيكة الدقيق ذرة. أنا معرفش بقى، احنا بنسميها كيكة الدقيق الذرة الجميلة اللي مش مفرولة. يعني بصي، ولا مبهدلة ولا مفرولة ولا حاجة كده، يعني حاجة كده من الآخر. جميلة جدا، ومقاديرها إن شاء الله هتلاقيها كلها في البيت. ومع كوباية شاي، مع كوباية لبن لأولادك قبل ما يروحوا المدرسة، ياكلوا خرطة كده ومع كوباية اللبن، أو تحط لهم الخرطة في اللانش بوكس بتاعهم. عارفة والله مشبعة ومغذية. وانتوا عارفة طبعا فوائد الدقيق الذرة. يعني انتوا عارفين فوائد الدقيق الذرة عامل ازاي. فحاجة مغذية ومليانة بيض وبرتقان جميلة جدا. بقول لكم هنا بعمل كوباية شاي. بعمل كوباية شاي بقى، عايزة كوباية شاي معاها بقى. فظيعة وجميلة. بص أنا عملت كوباية الشاي هنا بقى، وإيه عمالة بقى. يلا هنبتدي المقادير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا 3 كوبايات دقيق ذرة. دقيق ذرة أنا جايبة كيس دقيق ذرة، مش جايباه سايب. لو جبتيه سايب انخليه، يعني لو جبتيه سايب انخليه أضمن لك يعني. و3 كوبايات عصير برتقان، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم. يبقى 3 كوبايات دقيق ذرة و3 كوبايات عصير برتقال و3 بيضات. بس ما تكتريش في البيض عشان البيض غالي جدا، فكفاية 3. وبشرة برتقانة واتنين فانيليا، 2 باكو فانيليا، وواحد شيف كيك. وده بقى اختياري براحتك انت. انا هحط لها جوز هند، ربع كوباية جوز هند، ومعلقتين لبن بودر بيدوها طعم حكاية، وكوباية ونص سكر، السكر العادي بتاعنا خالص. براحتك، عايزة تنقصي في السكر نقصي، تزودي براحتك انتي. وكوباية الا ربع دقيق عادي، ده الدقيق العادي هيمسك لك كيكة حلوة قوي. وكوباية زيت واحدة، ومعلقة خل. ده اللي هيخلي الكيكة بقى، بصوا مش في حتة تانية، لا في حتة تالتة. طعمها جميل جدا. الخلاط بتاعنا ده بطل الحلقة النهاردة، كله هيتضرب فيه. هنحط ال3 بيضات كله، وبشر البرتقانة. بشر البرتقانة ده ما تخافيش منه، مش هيجي تحت ضرسك ولا هيبان اصلا في الكيكة، جميل جدا يعني. بسم الله ما شاء الله. والزيت، وهحط الفانيليا، وهنحط السكر. كله هيتضرب في الخلاط، الحاجات السايلة كلها، المكونات السايلة كلها تتضرب في الخلاط. والاتنين الفانيليا كده، من احسن الكيكات على فكرة، يعني حلوة قوي. هنحط اللبن البودر معلقتين، ومعلقة الخل، معلقة واحدة بس. انا حطيت كده لان انا عارفة بحط ايه، فمقام معلقة يعني. هنضربهم ضربة حلوة جدا، وبعدين هنحط عصير البرتقال. المقادير دي مظبوطة جدا جدا، لان انا عاملاها في الصينية. هتشوف الصينية دلوقتي مقاسها كام، وهتعرفي. عايزة تعملي في نفس الصينية لو عندك زيها ماشي، عايزة تنقصي المقدار ماشي، عايزة تزودي برضو دي حاجة براحتك انت. اتضربوا هنا ضربة حلوة جدا، وهحط عصير البرتقال عليه. مش هحطه كله، هحطه يعني حبة كده واسيب حبة عشان الخلاط بس ما ايه، ما يطلعليش فوق قوي يعني. هضربهم ضربة حلوة قوي حتى تبصي اللون ابيض، يعني اللون ابيض منها. كلنا عندنا خلاطات في بيوتنا، فالخلاط موجود يعني، فاعملي فيه. عايزة تعملي بالمضرب الكهرباء اعملي. بصوا القوام،
هجيب بقى البولة بتاعتي اللي هحط فيها المكونات الجافة. التلات كوبايات دقيق. بصوا حتى لون الدقيق كده مفرح كده جميل اوي. على الكوباية الا ربع دقيق عادي بيخليها ماسكة طبعا. زمان كانوا بيحطوا ال يعني يعملها لنا كده، كانت امي تعملها لنا دقيق الذره ده لوحده كده، ما تحطش عليه دقيق اللي هو العادي، فعشان كده كانت بتبقى مفروله شويه. هي ليها طعم مميز طبعا بس مفروله شويه يعني. حطينا الدقيق العادي وحطينا جوز الهند الربع كوبايه، وهحط اللي هو باكو شيف كيك. باكو بحاله لان انا عامله المقدار كبير، فالباكو بحاله حلو قوي يعني. هقلبهم كده تقليبه مع بعض واروح حاطه المكون السائل. هقلب وبعدين احطهم تاني. هياخدوا كل المقدار حتى البرتقان اللي انا سايباه، يعني العصير البرتقال اللي انا سايباه على الجنب في البوله اهو هياخدهم برضو، لان انا عايزاها حلوه يعني. وفعلا طلعت والله العظيم جميله جدا ومظبوطه المقادير مليون في الميه. يعني كل المقادير اللي انا بعملها الحمد لله بتطلع مظبوطه قوي. بسم الله ما شاء الله. هقلب برضو كده وهحط العصير البرتقال عليه. هشيل بس الاسباتيلا وهروح حاطه وعامله بالمضرب السلك عشان تتقلب احسن واسرع يعني. معلش هنا انا مش مسرعه الفيديو او مش عارفه اسرعه في المونتاج الجديد ده، لاني بصور بالطول، فمش عارفه اسرع اكتر من كده حقيقي. وحاجات كتير اتمسحت مني بسبب المونتاج ده. اقسم بالله العظيم 5 فيديوهات احلى من بعض اتمسحوا، وقعدت يومين بعيط بس عادي بقى زي المره اللي فاتت كده، قدر الله ما شاء فعل. خلاص اللي حصل حصل بسببي انا اللي بمسح بايديا يعني، لاني ما عنديش المساحه الكافيه، فبحاول ألعب في التليفون فبدوس على حاجة غلط فبيتمسحوا يعني. فالحمد لله خلاص جالي اكتئاب يومين كده وعيطت شوية وبعد كده خلاص يعني الدنيا هتمشي مش هتقف. قمت ولبست وعملت الكيكة وعادي جدا يعني. بس برضه مش عارفة أسرع الحتة دي قوي يعني، فاستحملوني بقى انتوا حرين. هتشوفوا يعني، هتعملوا مشاهدة كاملة يعني، هتعملوا مشاهدة كاملة عادي يعني. انتوا حبايبي اصلا وبحبكم وبحب الكومنتات بتاعتكم واللايكات والمشاهدات يعني. بصوا في قمة السعادة والله لما حد يقول لي ده احنا عملنا مشاهدة كاملة يعني. فربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. هنا قلبتها حلوه اهي. الصينيه اهي بسم الله ما شاء الله دهناها ماده دهنيه وحبه دقيق كده فوقيها ونفضتها تنفيضه كده، يعني حبه ماده دهنيه وبعدين حبه دقيق وبطنتها زي ما بيقول. دي الصينية دي مكتوب عليها مقاس 40، فبسم الله ما شاء الله كبيرة. ده هي كده حتى مش باينة في الكاميرا. يا بسم الله ما شاء الله الصينية طالعة تحفة كده يعني، حلوة كفت كتير. هحطهم بقى انا كده مشغلة الفرن على 180 وهحطها في الرف الوسطاني. ما شغلت الشواية ولا شغلت حاجة يعني، حطيتها كده في الرف الوسطاني. خدت ساعة الا ربع، ما فتحتش عليها والله يعني، ساعة الا ربع بالظبط ما فتحتش عليها. رحت فاتحة عليها اختبرتها يعني، اكيد هي خلاص كده استوت يعني. عملتها بالخلة كده طلعت نظيفة خلاص انتهت، وشكلها كان باين اوي ان هي استوت ما شاء الله. وخلاص طفيت الفرن وسبتها 10 دقايق لغاية ما بردت وصورتها بقى هتشوفوها. اخبطي بس الصينية كده خبطتين كده على الرخامة ودخليها الفرن. او عايزه تحطي بقى انتي زبيب حطي، عايزه تخليها اكتر حطي مكسرات فبراحتك. هنا طلعت بقى اهي من الفرن وبردت كمان بسم الله ما شاء الله.
جميلة جدا. هجيب بس حبة سيرب، أي حبة سيرب، حبة عسل نحل عندك براحتك. أنا ساعات بحط حتة زبدة عليها، بس أنا ما حطيتش يعني ساعات بحط حتة زبدة كده بتديني لمعة حلوة قوي وريحة جميلة جدا. بس أنا ما حطيتش، ده سيرب بس، ورحت دهنها من فوق الوش. بتديها لمعة وطعم وكل حاجة يعني. هي باردة والسيرب بارد، ما فيش أي مشكلة. ودهنتها كده وخلاص. وسكرها طلع مظبوط مظبوط جامد يعني. عايزة تقللي فبراحتك، عايزة تكتري ده حسب ما انتي عايزة. هقطعها بقى كده خرط كبيرة كده، بسم الله ما شاء الله. انا حباها الشكل ده. خرطي كده بقى واعملي وقطعي بقى، والشاي يا حاجة بيتعمل تحفة. فطار بقى، حد جايلك، ضيوف، كل حاجة يعني بتنفع الكيكة في البيت. خصوصا الكيكة بتاعت دقيق الذرة دي بتبقى مميزة كده، وبتفكرنا بزمان وبتفكرنا بأهالينا وحاجة كده مميزة عن أي كيكة بتعمليها بالشوكولاتة، بتعمليها مش عارفة بالكاكاو، دي حاجة مميزة. طلعي كده، هي مش محتاجة، بسم الله ما شاء الله جميلة، ولا لا فيهاش أي حاجة من تحت. حتى اللون من تحت عاجبني جدا. بصوا اللون عامل ازاي. وبصوا الخرطة، يعني تاخدي الخرطة من هنا مع كوباية الشاي وخلاص. اتعشيتي فطرتي كده بس يعني. ولونها بقى، بصي اللمعة اللي فوق كمان جميلة جدا. ويا جماعة لو الفيديو عجبكم بقى، لايكات كتير وشير وفعلوا زر الجرس واشتراك في القناة عشان الواحد يكبر كده. عشان كمان يوصل لكم كل جديد، وعشان نفيد غيرنا. انا اعرف والله ناس، يعني ناس معدية كده، يعني معدية. عملوا الكيكة دي معرفش يعني، فيش في خلال نص ساعة يعني جابوا المليون. مليون مشاهدة، مش فاهمة ازاي. وحد يقول لي ازاي طيب. حد يقول لي ازاي وانا اعملها طيب. ما انا عاملة كيكة ايه وحلوة وبنت ناس والله وقمر وكل حاجة. يعني طعمها حكاية، وعملوا نفس الحركات دي برضه. مش فاهمة يعني ايه بيعملوا ايه الناس دي، انا مش فاهمة. والله ولا قر ولا حسد يعني، بسم الله ما شاء الله. بس ايه يعني ايه النظام. حد يقول لنا هما بيعملوا إيه عشان نعمل يعني. بسم الله ما شاء الله، كل واحد بياخد رزقه طبعا. بس برضو الواحد بيتعب في الفيديوهات جدا، واكيد اللي بيصوروا عارفين يعني. فعايزين نلاقي يعني ايه، نحس ان احنا بنتعب ونلاقي، وان شاء الله ربنا شايل لنا حاجة حلوة يعني. بس برضو يعني عايزين نعرف هما بيعملوا ايه. حد يقول لي هما بيعملوا ايه عشان يجيبوا المليون في خلال نص ساعة، ولا ساعتين تلاتة، ولا مش عارفة يعني. ببص كده الاقي نص ساعة، لا ده 10,000 مشاهدة، ده مش عارفة كام مشاهدة. وفجأة بعد يومين، يوم ولا يومين، الاقي المليون. ربنا يدي كل اللي عايز يا رب، ويسعدنا كلنا ان شاء الله، ويوفقنا كلنا بإذن الله. وما تنسوش برضو اللايك واشتراك يا جماعة. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش اعذروني، انا كنت رغاية شوية في الفيديو ده عشان مش عارفة اسرع في المونتاج ده حقيقي والله. فمعلش اعذروني بقى. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.